السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن دلالة أو رموز الألوان في المنام. بص يا حبايبي، أول لون هنبدأ بيه سواء للست المتزوجة أو البنت العزباء أو الأعزب. ايه هو اللون الرمادي؟ بيشير إلى مرحلة دخولك في مرحلة توتر او مشاكل او طاقة سلبية، او تخش في دايرة كده، تبقى تايه في مشاكل وغموض، ما انتش عارف تحل الامور دي. طيب لو بنت عزباء شافت نفسها انها لابسة فستان رصاصي او رمادي، فده الخطيب ده بيبقى انسان غامض مش صريح، هيبقى عنده لف ودوران شوية. ليه بقى بنقول ليه كده دوران وغامض؟ وليه؟ لان اللون الرمادي بيخلط بين اللون الابيض والاسود، بيجمع بين الاتنين. فاللون الابيض دليل على الوضوح، واللون الاسود دليل على الغموض، فده بيجمع بين الاتنين. طيب ده بالنسبة للست المتزوجة او البنت العزباء في اللون الرمادي. طيب اللون الاصفر، اللون الاصفر ده يا حبايبي لو حد شافه، يعني متزوجة أو راجل متزوج أو بنت عزباء أو مطلقة، اللون الأصفر ده دليل على حاجة، يعني 3 رموز. أول رمز فيهم اللي هو التعب، بيدل على التعب. تالت رمز اللي هو بيدل على الغيرة، شدية الغيرة. اللون التاني اللي هو المبهج أو المفرح، اللي هو مذكور في سورة البقرة، اللي هي البقرة صفراء فقعة اللون فيسر الناظرين، يعني بيخطف النظر. طب لو بنت عزباء شافت نفسها ان هي لابسة فستان اصفر، فبتبقى منبهرة بيه، بس العريس هيكون غيور وغيور، او هتبقى عنده حتة الغيرة والشك دي زيادة شوية. طيب اللون الاخضر دل على الدين، دل على فترة الراحة، على الفرحة، على الخشوع، على الرزق، على يعني ده لبس أهل الجنة، لباس أهل الجنة، دل على الراحة النفسية، دل على ان خير داخل لك وفرحة داخلة عليكي أو داخلة عليك. بالنسبة للبنت العزباء لو شافت لابسة فستان لونه أخضر، دليل على ان العريس هيكون عنده دين وعنده تقوى، وهتبقى مرتاحة له نفسيا، وهتبقى منبهرة بيه ومبسوطة بيه. طيب اللون الأحمر يا جماعة، اللون الأحمر بيدل على الإنسان اللي هي تكون بنت العزباء هتتخطب له، هيكون عصبي، هيكون عصبي جدا. بالنسبة للست المتزوجة لو حامل وشافت انها لابسة فستان احمر، او حد بيديها فستان احمر او حاجة حمراء، فده لانها هتجيب بنوتة، وبنوتة تكون جميلة جدا. طيب اللون البامبا، اللون البامبا ده يا جماعة بيرمز الى التفاؤل، الى الامل، ان العريس هيكون هادي وكويس جدا وتتباهي بيه، وهيكون عنده كاريزما وحضور وحاجة كويسة جدا، بيبقى عنده هادي قوي، لونه هادي كده، يعني انسان هادي وطموح وكويس. اللون الموف بيدل على الربيع والفرحة والبهجة والسرور، ان انت تشوف اللون دون لابساه او شايفاه بتشتريه او بتجيبيه، حاجة داخلة عليك فرحة وراحة نفسية وتفاؤل وحاجات، يعني بيدل على رموز جميلة جدا اللون الموف. فدي بعض الالوان يا حبايبي، وان شاء الله هعمل لكم فيديو ببقية الالوان. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة عندكم كلمة الاشتراك باللون الاحمر، اتقوا عليها وتشتركوا. واللي عنده اي استفسار او اي رؤية يخش على الفيديو من تحت يكتب له، ان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم باذن الله، وهنزل لكم فيديوهات القديمة في صندوق الوصف، واللي عايز يبقى يخش على صندوق الوصف ويشوف الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.